يا صباح الخير، يا صباح النشاط كله، صباح السعادة على قلوبكم، صباح الهنا، صباحكم مشرق بنور الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين يومنا كده بدأ بالبخور. بخرنا بيتنا، ده روتين يوم الجمعة. ما شاء الله كده، مش عايزة احكي لكم، كان يوم حلو، كان يوم لذيذ. اتمنى يعجبكم، واتمنى كمان ان اكون ضيف خفيف على قلوبكم. حابة اشكر كل الناس الجميلة اللي دخلت لي في القناة من داخل مصر ومن خارج مصر، وجودكم شرف كبير ليا. ربنا يعزكم جميعا. صباح الخير، صباح الهنا، صباح يوم جديد، صباحكم مشرق بنور الله. ازيكم عاملين؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. متشكرة جدا لكل الناس الجميلة اللي دخلت عندي في القناة. وجودكم اكيد شرف كبير ليا والله العظيم. ما تحرمش منكم ابدا، وما تحرمش من كومنتاتكم الجميلة ولا من كلامكم الحلو الطيب. متشكرة جدا لكل حد بدخل وبيكتب لي كومنت حلو، متشكرة جدا ليكم. صباحكم معطر بذكر الرحمن. النهارده الجمعة، وزي ما احنا متعودين او كل الناس بتعمل يوم الجمعة ده سمك. هنعمل سمك النهارده. فالنهارده انا المفروض انزل السوق، ما روحتش السوق الحمد لله. اتلكت عمران والحمد لله، ربنا يجعل عندنا الخير كله. تعالوا اما نشوف هنعمل ايه. نطلع ايه من الفريزر. ربنا يوسع علينا وعلى الناس كلها يا رب العالمين. وبسم الله. بسم الله. بصراحة مش عارفة بقى، ده بوري كنت جايباه كده من السوق وحطيته في الفريزر. هفكه وتعالوا ننشر شوية الهدوم على ما البوري يفك، نظبط يومنا كده. صباحكم زي الفل. صباحكم مليان بالسعادة، صباحكم مشرق بنور الله. زي ما قلت لكم ان انا حابة اشكر كل الناس الجميلة اللي دخلت في القناة من داخل مصر ومن خارج مصر. كل الناس الجميلة دي وجودها شرف كبير ليا جدا جدا. اتمنى اني كمان اكون ضيفة خفيفة على قلوب حضراتكم. اتمنى كمان ان الفيديو يكون صغير ويكون حلو لذيذ، وتتسلوا بيه وتنبسطوا كده وانتوا بتسمعوني. ربنا يديمكم نعمة كبيرة جدا ليا في حياتي. عشان خاطري بقى تضغطوا لي لايك بعد اذنكم، وكمان حتة اشتراك صغنطوط. ولو يعني تفضلتم حتة كومنت كده او تعليق بتنزلي تكتبوه لي تحت، علشان طبعا ده بيديلي نشاط وحافز ان احنا نكمل في القناة. ربنا يديمكم نعمة كبيرة ليا في حياتي. زي ما انتوا شايفين اليوم، ساعة ما بنصحى كده بنشوف هنعمل ايه. لازم نبتدي اليوم من اوله كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بنعمل ايه؟ بصحى بقى اول حاجة طبعا بنزل اروح الجرن. قبل ما بنزل اروح الجرن بعمل ايه؟ بروح رايحة الاول حاطة دور في الغسالة زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين نرجع. على ما ارجع من الجرن اكون خلصت، كنت تكون الغسالة خلصت الشغل بتاعها او كملت الدور بتاعها. تمام. ارجع بقى اشوف ان كنت هطبخ، اخرج فرخة من الفريزر، عندي سمك ايه. تمام تمام. وبرجع جري بقى زي ما انتوا شايفين كده، يكون الدور خلص في الغسالة، تكون دورته ما شاء الله كده خلصت، واروح جري جري نشرة الدور بتاعي. وهنا مصطفى كان عمال يعيط علشان عايز يركب العجلة. لسه يا ابني اول يعني اول يومين يتعلم ركوب العجلة، والعجلة كبيرة عليه. المهم عمالين نتشاكل بقى، وعمال يغضب ويجري في الشارع زي ما انتوا شايفين. خلصت وخرجت السمك بتاعي ونشرت الهدوم بتاعتي. قلت بقى ايه؟ النهارده الجمعة طبعا بنصلي على النبي كتير، وبنستغفر ربنا كتير، وبنعمل ايه؟ نعمل شوية بخور كده علشان خاطر ربنا يبعد عننا اي بلاء واي اذى. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. الا بذكر الله تطمئن القلوب. واذكر ربنا كتير علشان خاطر ربنا يرضى عننا، ويبقى راضي عننا فعلا كده، وتحسي ان كل حاجة بتعمليها ربنا راضي عنك فيها. المهم الحمد لله خلصت كده، نشرت هدومي وبخرت شايتي وخرجت السمك بتاعي، وخلصت الشغل في الجرن الصبح. قلت بقى نشطب الحوض، نشطب الحوض واحنا لسه ما فطرناش. طيب يعني كان في شوية كده فطروا الصبح، وكان فاضل شوية لسه ما فطروش. فيوم الجمعة ده بنحب نفطر سوا كده مع بعض كلنا. طبعا ما بيبقاش في جامعة ولا بيبقاش في مدارس. والمهم متعودين ان يوم الجمعة دايما بيبقى جوزي معانا. فالمهم قعدنا بقى كده وايه، قلت وانا بشطب الحوض اولع على شوية بطاطس نحمرهم كده زي ما انتوا شايفين.
وطبعا كلنا نشاط وكلنا حيوية، وطبعا كده شغالين. طبعا رضا النفس ده أحسن من أي حاجة في الدنيا. ربنا يرضى عننا جميعا كده، ويجعلنا كده يا رب راضيين عن كل حاجة بنعملها، وراضيين عن كل حاجة ربنا بيديها لنا، والحمد لله. اوعي تزعلي من أي حاجة ربنا اداها لك، سواء كانت حلوة أو كانت وحشة. الوحشة ليها سبب إن ربنا اداها لك، والحلوة ليها سبب إن ربنا برضو بعتها ليكي. فالمهم اصبري كده على قضاء ربنا، واصبري على كل حاجة ربنا بيبعتها ليكي. ودايما نقول الحمد لله، ودايما نحمد ربنا على كل حاجة ربنا بيديها لنا. الحمد لله. زي ما حضراتكم شايفين كده، عمالين نشطف في الحوض وعمالين نتكلم مع بعض كلمتين حلوين. عايزه اقول لكم ان انتوا الحاجه الحلوه اللي حصلت لي في حياتي. عاوزه اقول لكم ان انتوا النعمه اللي ربنا اداها لي. عاوزه اقول لكم بجد والله العظيم ثلاثة، يعني مش عارفه اوصف لكم مدى سعادتي، وانتوا بتشجعوني كده. ربنا يسعد قلوبكم يا رب، اللهم امين. ويرزقكم كده بكل الخير، ويرزقكم كده بكل حاجه حلوه انتوا بتحبوها. المهم ان انا هنا خلصت وفطرنا والحمد لله، وخلاص بقى الدور كان قدم وخلاص. وطبعا مسكت الواد صاصة ليفته كده وحميته في يوم الجمعة، ولبس العباية الحلوة البيضة ونزل علشان يصلي مع ابوه. ربنا يخليه ويخلي لكم ولادكم يا رب، اللهم امين. ورحنا بقى على الجن. كان دلوقتي كانت الساعة 2:30 أو 3:30 كده في الحدود دي. خلاص بقى المغرب بساعة وهيأذن. قلت بقى نجهز الغدا ونشوف هنعمل ايه. وانا عندي الفرن الغاز وربنا موسع عليه والحمد لله. بس ايه، بحب هناك اصور في الفرن البلدي علشان خاطر عيونكم بس. والله العظيم اتحمل الدخانة واتحمل كل حاجة علشان خاطر عيونكم. وهناك كده كنت مولعة، كان جوزي ربنا يخليهولي مولع الكانون علشان خاطر نعمل شوية الرز عليه. والله العظيم ثلاثة كانوا شوية رز مش عايزة احكي لكم عليهم. عجب كده وحكاية. بصي، وما بحرقش الرز معاكي ولا بحرق المحشي. الكانون ده كده عظمة عظمة من أيام أجدادنا، حاجة كده ما شاء الله تبارك الرحمن. المهم ان محمد ابني ربنا يخليه يصور لي كده وانا بطبخ الرز وبعمل حاجة، بس للأسف مش عارفة المقطع ده اتحذف كده من على الايه، من على التليفون. يا رب الفيديو يعجبكم، متشكرة جدا ليكم.